السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم جديد في رحلة سلام، وعندي إحساس إن أنا بتقابل معاكم، مش بيبقى لقاء في الراديو، إحنا بنتقابل. النهاردة بالنسبة لي حاجة، يعني حلقة مختلفة، وهبدأها بقصة مريت بيها وكانت مختلفة تماما في حياتي، وغيرت لي حاجات كتيرة جدا في فكري. في يوم من الأيام اتصل بيا صديق من أصدقائي، كنت لسه متخرج ولسه شغال جديد وأنا دايما مع أصحابي يعني إيه، بتعامل أنا أخوهم الكبير أو جزء كبير منهم، يعني أنا بالنسبة لهم أخوهم الكبير، فيعني علاقتنا ببقى دايما أنا بيستشيرني، بياخد رأيي، مش عارف إيه بتاع. ولكن في اليوم ده كنت لسه مكملتش في شغلي وقت طويل، ولقيت واحد صديق بيكلمني بيقول لي الحقني. إيه يا عم، في إيه؟ أنا محتاجك دلوقتي بسرعة. فقلت له إيه، في حاجة ولا إيه؟ قال لي محتاجك، وأنا كنت لسه في بداية شغلي، فمش عارف أخد يعني أنزل أجيلك إزاي، يعني في إيه؟ قال لي أنا واحدة قريبتي عندها مشكلة كبيرة مع جوزها وبتكلمنا تستنجد بينا. فقلت له طب يعني أنا عايز أقول له طب أنا دخلي إيه؟ أنا ماليش علاقة يعني انتوا هتروحوا لها. أنا قال لي لا، ده الموضوع كبير والظاهر ان هو حابسها او بيضربها او في موضوع كبير كده، وانا محتاجك معايا. طب انا هروح اضربه مثلا؟ طب انا هروح اعمل ايه يعني؟ فطبعا ماشي، الراجل بيقول لي انا محتاجك، تعالي لي. قفلت وقعدت افكر، طب انا اصلا يعني حتى دخلت حبيت استأذن، لقيت مديري اجازة، فالامر صعب، يعني انا هخرج هيحصل مشكلة في شغلي، وبعدين انا هروح اعمل ايه يعني؟ هو انت يعني مثلا ولا انت لازم تيجي ومش عارف ايه وبتاع، وانا مستنيك وبعدين كلمني تاني، قال لي وصف لي العنوان وقال لي احنا وصلنا هناك بس هو مش راضي يفتح لنا، وعمال سامعين بقى الزعيق ومش عارف ايه والصريخ، والظاهر بيضربها وقافل. فانا برضو عايز اقول له طب انا هعمل ايه يعني؟ انت كلكم موجودين. وقال لي بقى خلاص، وبلغنا الشرطة والجيران واقفة ففي مشهد كبير. فأنا ما كنتش عارف أتصرف إزاي، اتصلت بأمي أخد رأيها، ولو إني عارف إن هي في المواقف اللي زي دي دايما أي حاجة هتعرض فيها للخطر، لا ما تروحش يا ماما، صح ما فيش، لا اوعى تروح. ولكن اتصلت بيه اخد رأيها. ماما صديقي بيقول لي 1 2 3، وانا ماليش صفة، ماليش يعني هروح بناء على ايه؟ ولكن فوجئت انها بتقول لي هو مش هحتاجك. قلت لها قالت لي يبقى روح، سيب اللي في ايدك وروح. يكون الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. انتي بتقولي ايه يا حاجة؟ انا هروح في خناقة وواحد بيضرب زوجته، وانا ماليش دخل. طب انا دخلي انا حتى مش. قالت لي يحتاجك روح بس وسيب رزقك على الله. كلمته قلت له ايه الاخبار، ايه الوضع؟ قال لي لا، ده البوليس جه. وطبعا من كتر ما هي احنا بلغنا البوليس، وهو لانه سامعين صريخ والجيران اتجمعت وبيخبطوا بيرزعوا على الباب، الراجل مش راضي يفتح، والجيران بقى واقفة على السلم، والشرطة جت واقفة بتحاول. وطبعا قالوا ما نقدرش نقتحم البيت لان هو احنا يعني ما ينفعش، ما عندناش اذن بده. فرجعت اسال يعني بيني وبين نفسي، طب انت مستنيين انا اعمل ايه يعني؟ برضه في سؤال، انا في لغز، انا مش فاهم. ولكن بيقول لي انا بقى عايزك معايا بس. فقلت خلاص، انا نزلت من الشغل
واستأذنت، يعني قلت لان لسه كنت موظف جديد. وعلى فكرة الكلام ده زمان في بداية حياتي، ما كنتش لسه بقى يعني مش مثلا يعني مشهور ولا معروف ولا الناس ما يعني شاب صغير يعني. وبعدين ده راجل كبير، انا هعمل معاه ايه؟ فنزلت خدت عربيتي وقلت يا رب رزقي على الله، يكون الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، زي ما استشرت أمي وقالت لي. واتجهت على هناك. وصلت المكان لقيت فعلا الشارع يمكن كله على السلم، وصوت صريخ من جوه، والناس زحمة، وأفراد شرطة ضباط واقفين على السلم. وصديقي ده شافني جاي من بعيد، بس عمرو جه. يا ابن الحلال، انت فاهم عني ايه؟ طيب يمكن انا مش عارف. عمرو جه يعني خلاص انا هخش اهد الباب وادخل، انت فاهم ايه؟ بس خلاص يا جماعه عمرو جه. والباب عمال يترزع عليه. طلعت على السلم، لا خلاص وسعوا له مش عارف. قمت طالع وقلت يا رب انتوا عايزين ايه يا جماعه؟ فقالوا هو الراجل مش راضي يفتح ومنرزع والشرطه واقفه والناس على السلم واقفين، وهو مش معتبر لاي حد. بقالنا اكتر من ساعه عمالين سامعين صريخ وان هو بيضربها ومش عايز يفتح الباب. قمت رايح على الباب بقول يعني طبعا انا لسه شاب صغير وبتاع، وبعدين هو الناس بيرزعوا، ولكني دخلت وقمت رايح مخبط على الباب. الناس سكتوا، قمت رايح مخبط بالظبط كده. خبطت اللي هو التخبيطه اللي هي مش رزعت بقى، خبطت. فطبعا الناس بتبص لي، ده مجنون ده ولا ده؟ احنا بقالنا ساعه بنرزع على الباب ومفيش حد بيفتح. ولقيت الباب بيتفتح. يعني اكيد هو ما اعرفش ايه اللي حصل، والله هذا حدث. واللي انا بقوله ده امام الله والله حصل معايا. ولقيت الباب بيتفتح، فطبعا الناس في ذهول رهيب وصمت. وفجأة فتح الباب، لقيت مديري اللي في الشغل اللي واخد اجازة بيوطي عليا وبيحضني وبيقول لي ابوس ايدك ما تجيبش سيرة في الشركة، واللي انت عايزه هيحصل. والله هذا ما حدث. يفتح الباب الاقي مديري اللي واخد اجازة من الشغل بيوطي عليا ويقول لي اللي انت عايزه هيحصل. انا ذهلت والناس كلهم ذهلوا من الحدث، وانا متنح. الراجل اصلا راجل طيب يعني هو، لكن هو يا مدير ده راجل كبير في السن وبالنسبه لي ضخم عني 3 مرات. فيعني الناس بصه اللي هو انت مين يا ابني؟ ولا صاحبي كان عارف ولا انا كنت عارف ولا في بالي. اقسم بالله انا رايح اقف مع الراجل اللي طلبني علشان وقلت يا رب عيني. قام الراجل قايل لي الكلمتين دول. لفيت لقيت الناس ضباط الشرطه واقفين بيبصوا لي، والجيران واقفه بتبص لي. وبصيت لصاحبي ده قلت له انتوا عايزين ايه؟ قلت لهم طب ادخلوا اقعدوا معاه. فالراجل قال لي لا انت اول واحد، انت تبقى قاعد. ما اعرفش، انا مش مدرك احنا فين، احنا ايه اللي بيحصل. دخلت قال لهم عمرو اللي هو عايزه هيحصل وكل حاجه تتحل. وفوجئت ان انا بيتعمل لي اعتبار غريب في موقف. يعني والله انا عمري ما فكرت ولا تخيلت انه ممكن يحصل. واتحلت الازمه وقعدت وعمل اللي انا عايزه فعلا. وحليت الامر مش من اجل ان هو الراجل ما كانش حابب ان الموضوع يوصل للشغل، او ان الموضوع يبقى فيه مشكله في الشغل، او الناس تعرف في الشغل. فاعتبر ليا قال لي بس ارجوك ما تجيبش سيره في الشغل. وكان الموقف ده علامه في حياتي
على إني أستعين بكلمة ربنا: يكون الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ورجعت أقول لأمي طبعا اللي ما صدقتش وقالت لي: أنت أكيد الكلام ده ما حصلش. قلت لها: والله هذا ما حدث. والله فتح الراجل الباب بعد ساعة تخبيط، الشرطة بتخبط عليه والسكان، وفتح لي الباب وطى وقال لي: اللي أنت عايزه بس ما تجيبش سيرة في الشغل. واكتشفت إنك لما بتعمل شيء باستعانة حقيقية لربنا، أو بتساعد إنسان على شيء، بتاخد من عند ربنا مدد. والمدد كلمة مش كل الناس عارفاها. يمكن الصوفيين هم الناس اللي بتسمع على لسانهم كلمة مدد، ولكن أنا نفسي كنت بسأل يعني إيه مدد؟ ما هو المدد؟ ولكني شفته في موقف زي ده. شفت يعني إيه إنه أنت عايز تعمل خير، ملكش فيه مصلحة، عايز تساعد حد، ملكش مصلحة. طب أنا ساعدك ليه؟ لا، أنا ساعدك عشان خلاص أنت طلبتني، احتجتني، فأنا هقف معاك. يعطيك الله عز وجل شيء محدش يعرفه زي ما انت، لانه الله عز وجل لما بيتكلم مع الناس، او لما بيلاقي الانسان بيتصرف تصرف، خصوصا في الكرم وفي الاخلاق، يعطيه الله من كرمه اللي مش هيتقارن بكرمك. فانت كرمت حضرتك عليا بانك تساعدني في مساعدة خفية بتسمى مدد، يعطيك ربنا هذا المدد. وشفتها كتير جدا في ايه؟ حد يكلمني يسألني في حاجة، يقول لي: بعد اذنك انا عايز مش عارف شغل. اقول له: يا ابن الحلال، هو انت يعني فاهم ان انا هعرف؟ يا رب انا مش قادر اقول له انا، طب ما انا ما عنديش وما فيش في ايدي حاجة، ولكن اقول يا رب نفسي اني اساعده علشان ما يبقاش احتاجني وما لقانيش. الاقي اللي بيكلمني يقول لي: ما عندكش فلان، ما عندكش حد يعمل كذا كذا كذا. سبحانك يا رب، والله سبحان الله. وعشان كده عنوان الحلقة او هدف الحلقة دي هو: انت بيحصل عندك ايه لما بتقف مع الناس، او لما بتساعد حد، او لما بتاخد من وقتك او بتاخد من مجهودك علشان تعمل شيء مش هتاخد عليه اي اجر في الدنيا، مش منتظر منه اجر في الدنيا. انت بتعمل حاجة فقط: يا رب انا حد احتاجني. فبرجع اقول لنفسي: يا رب انا وقفت جنب ناس كتيرة قوي وطلعوا عندال. يا رب انا ساعدت ناس كتير قوي ما كانوش يستاهلوا، يعني اكتر ناس خذلوني في وده سؤال بقى ياما جالي. طب انت بتقول نساعد، وتقول ان احنا نقف جنب الناس، وتقول ان احنا نعمل ونسوي ومش عارف ايه. طب الناس دي بتطلع اندال في الاخر. ما الناس دي بنقف معاهم واول ناس يضربونا في ظهرنا في اول فرصة تجيلهم. لا، انا مش هساعد الناس تاني. وكمان طلع ناس مسمين او اسمائهم ان هم مختصين بالطاقة، وعلماء في الطاقة، ودارسين في علم الطاقة، بدأوا يقولوا كلام غريب جدا. بص بقى، اللي بيساعد الناس بيتعب، او اللي بيساعد الناس اكتر واحد تعبان في حياته، او اللي بيحاول يسعد الناس هو اكتر انسان تعيس. وحافظ على طاقتك لنفسك وما تعطيش طاقتك لحد ومش عارف ايه. وفوجئت والله العظيم، خلاني ألف حوالين نفسي. ايه ده يا جماعة؟
انا ما ساعدش حد علشان ما اخدش طاقتي ما تروحش وطاقته مش عارف ايه. مين اللي قال لك كده؟ هو مين بيعطي الطاقة؟ هو الطاقة اساسا اذا في طاقة في هذه الدنيا فمن صاحب الطاقة؟ اذا في علم مسمى بعلم الطاقة، من هو صاحبه؟ من هو المسؤول عن الطاقة؟ من هو معطي الطاقة؟ مين؟ وعشان كده بقيت ابحث ادور، هل يا رب فعلا ان انا ادي، ان انا اعطي، ان انا اساعد، ان انا اعمل شيء ممكن يأثر عليا انا بالسلب علشان انا بعمل خير؟ ممكن يأذيني علشان انا بعمل خير؟ لقيت انه اصل الطاقة في هذه الدنيا، لو سمينا ان الطاقة شيء قوة بتساعدك، كلمة طاقة اصلا في اللغة هي قوة بتعينك على فعل، صح كده؟ هذه الطاقة بتساعدك على فعل امور في حياتك. طيب اذا قلنا انه في طاقة ومعطي الطاقة الله عز وجل، لأنه لا يوجد حد يقدر يديني أي شيء في هذه الدنيا إلا بإذن الله ومن الله، إذن يبقى احنا بنتكلم برضو على إنه الطاقة من عند ربنا. طب تعال نشوف بقى ربنا قال إيه في مساعدتك للناس. ربنا قال إيه في إنك تدي، في إنك تعمل، في إنك تدي شيء، في إنك تعمل شيء بدون مقابل، في إنك تساعد حد بدون مقابل، في إنك تعين حد أنت مالكش معاه مصلحة. تعال نشوف ربنا بيقول على ده إيه. يمكن فعلا إن إحنا نساعد وكده ده ياخد من طاقتنا ويأذينا ويتعبنا. تعال نشوف رب الطاقة بيقول إيه. لأنه العلم بسيط أمام كتاب ربنا. ما أوتينا إحنا من العلم بسيط، عمال كل شوية نتطور، ولكن كتاب الله ثابت. كتاب الله بنكتشف مع الوقت إن كلامه منطبق النهاردة على ما تم اكتشافه النهاردة. طب يا رب من 1400 سنة كنا مش عارفين، ولسه قدام هتلاقي أمور هنكتشفها في الأيام أو في السنين أو في الوقت الجاي مع العلم والاكتشافات ومش عارف إيه، تشعرنا بالجهل الشديد أمام آية طول عمرنا كنا بنقراها ولا فهمينها، أو فهمينها بشكل وطلع شكل تاني. وده بيخليك تقول يا رب إحنا العلماء بقى والناس اللي بدأت بتتبحر في العلم بتقول لك إنه كلما زدت علما كلما زدت جهلا. يعني حسيت بجهلي، حسيت إن أنا معرفش حاجة. وكان الدكتور مصطفى محمود بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول جزء من العلم يخلي الإنسان يشك، يفكر إيه ده، ولكن علم زيادة وبحث زيادة يعطي الإنسان يقين على وجود الله ويقين على صدق كلام الله. لأنه ناس كتيرة قوي صدقت لما لقت إنه الكلام اللي بنكتشفه ويطلع والعلوم تبدأ تكتشفه لقوه هو اللي ربنا قال عليه من زمان. ربنا لما اتكلم عن الطاقة قال تيسير. وفي بحثي في القرآن عن الطاقة لقيت ربنا قال لنا كلمة، إنما كلمة قوية جدا في هذا الأمر. إذا قلنا أن الطاقة قوة بتعطيك إمكانية لفعل معين أو تساعدك على فعل معين، فربنا قال لك فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. وهذا اللفظ لو فكرت فيه تلاقي إنه في شخص ربنا هييسر له
هيساعده. التيسير هو المساعدة لليسرى. ما هي اليسرى؟ أمر طيب. هذا اللفظ معناه سيساعد الله بعض الناس لفعل شيء طيب. سليم. فإن كنا فاهمين إن كلمة طاقة هي قوة تساعد على فعل معين، هذه الكلمة فسنيسره لليسرى. إذن يوجد تيسير لفعل شيء طيب. وفي نفس الصورة قال لفظ آخر وهو فسنيسره للعسرى. يا لهوي، يعني إيه؟ يعني هيساعدوا ربنا على فعل شيء غير طيب؟ إيه ده؟ لا، ده أمر مرعب. يعني فسنيسره لليسرى مفهومة أو سهلة، إنه يا رب في واحد أنت يا رب هتديله الإمكانية إلى إنه يعمل الطيب، أو تخليه يبقى أسهل عليه فعل الأمور الطيبة. طب الشخص التاني هتيسر له فعل الوحش يا رب؟ هتسهل له الحرام؟ هتسهل له الأمور اللي إحنا مش عايزين نعملها؟ أيوة. فبعد ما أنا قريت الآية على مدار سنين وسنين وعمري ما وقفت عندها، اتصدمت. قلت يعني أنا يا رب ممكن تيسرني إلى إني أعمل الغلط؟ ممكن تسهل لي الشيء الوحش؟ ده مين ده يا رب؟ ده مين ده يا رب اللي تساعده على فعل الغلط؟ فسنيسره للعسرى. يعني نخلي الشيء الوحش اللي انت شايفه وحش ده سهل قوي على ويعني حلو قوي على قلبه، يعني بيعمله وهو مرضي ومرتاح وفلة. فخلاني يعني لا، تعالى نرجع بقى نقول ندور هل الكلمة دي اتقالت لوحدها ولا في مفهوم نوصل منه. مين يا رب؟ يا رب ادينا دليل. مين يا رب اللي هتيسر له الخير، هتديله طاقة على الفعل الخير فيكون سهل قوي عليه ويبقى إنسان يعني اللي ربنا هييسره لشيء كويس ده يعني يا بخته. ومين يا رب اللي انت هتديله الطاقة على فعل أو تسهل له فعل الغلط أو هتسهل له فعل الوحش؟ لقيت الدليل في نفس الآية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ركز كده معايا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، في 3 أمور اهو. هيسر لك اليسرى في حالة لما حضرتك تعمل 3 أمور. إذا اتفقنا أنه تيسير ربنا طاقة تعطى للإنسان لفعل شيء طيب، فربنا ما قالكش كده بس، ده قالك الشيء اللي لو انت عملته هسهل لك الطريق السليم وهسهل لك الكويس. مش كده أنا بلاقي ناس سهل قوي عليها إن هم ألاقيهم واحد مرتشي وعادي خالص بياخد الرشوة بسلاسة، ولاقي بني آدم تاني والله لو قطعته حتت ما ياخد جنيه حرام، والله لو بيته ما فيهوش لقمة ما ياخد جنيه حرام، ويكون في قمة احتياجه لكنه ولا حطه اختيار. بدأت أفهم وأعرف يعني إيه بني آدم ميسر لليسرى وبني آدم ميسر للعسرى. بدأت أفهم إنه ملوش علاقة بالاحتياج، خلي بالك، هو ليه علاقة إيه الأقرب لقلبك واللي انت عايز تعمله أو اللي انت حاسس إنه سهل عليك، وإيه تقيل على قلبك وصعب. وفوجئت إنه بفعلك لهذه الأمور اللي ربنا قالك عليها يسهل على قلبك أمر أيا كان، سواء الخير أو الشر، فيبقى سهل عليك الشر قوي
وصعب وتقيل على قلبك الخير. كل ده في سر كلمة فسنيسره، وانت اللي بتختار. اما انه ييسر لك الامر الطيب الكويس اللي يخليك عايز الخير وعايز الحاجة الحلال وعايز الصح، وتقيل على قلبك قوي انك بتعمل ذنب، او تقيل على قلبك قوي انك بتعمل الغلط. واما الغلط ده سهل قوي عليك وبقيت معتاده وبتحبه، وواحد يقول لك طب ارجع، او واحد يقول لك ما تعملش، تقيلة يا عم، انا مبسوط كده. هناخد فاصل ونرجع سريعا عشان نكمل في رحلة سلام. طبعا خلال الفاصل كذا حد كلمني قال لي انت متأكد ان الكلام ده حصل؟ بس هو والله حصل، يعني والله هو حصل زي ما بحكيه كده بالظبط. وعشان كده حلفت يا جماعة انه انا نفسي ما صدقتش، ولكن من كتر ذهولي في انه الموقف مشي كده خدت درس كبير جدا في انك لما بتعمل شيء لله يعينك ربنا عليه. وهو ده هدف الحلقة النهاردة. احنا معنا تليفون. الو. ايوه دكتور عاص. ايوه كنت عايزة استشير حضرتك في موضوع كده بعد اذنك. طبعا اتفضلي. هو هطول على حضرتك 3 دقايق او 4 دقايق بكتير. يعني شرفني. معلش انا اسفة. لا ولا يهمك، اتفضلي. هو انا دلوقتي انا متجوزة من حوالي 8 سنين. ايوه. الشخص اللي متجوزاه دوت هو كويس جدا، وفي كل مميزات كويسة جدا. ويعني هو حصل حاجة موقف كده من فترة، ان انا لقيت شات على تليفونه، بس ان انا ما قريتهوش. ان هو شفت حاجة كده، عملت لها سكرين شوت ورحت واخدة التليفون. هو خد الحاجات دي كلها ومسحها. المهم لما واجهته هو نكر ان هو كلم حد اصلا، وقعد يحلف ان انا ما كلمتش، انا ما عملتش، انا ما سويتش. فانا مش ما صدقتش طبعا. فمن خبرتي يعني قعدت ادور وراه وابحث وراه واعمل وراه لحد ما يعني عرفت ان الشخصيه دي واحده جنب شغله وكده، وهي كانت قدامه اصلا من قبل ما هي تتجوز وقبل ما هو يتجوز. ايوه تمام. فان هم اصلا ما كانش بيقبلوا بعض، فهي تقريبا بعد ما اتجوزت فما بتخلفش. فحصلت ان هو اصلا انا في واحده معاه كانت معاه في الشغل زميلته، حتى لما عرفت الموقف ده قالت لي ازاي انا جوزك ده ما بيحبش قدك، ده بيتكلم عليكي قدامنا بطريقه احنا بنحسدك عليه. فانا ما صدقش ان هو يعمل حاجه زي كده والكلام ده. وقالت له الشخصيه اللي انت بتتكلمي عنها هو ما كانش بيقبلها اصلا. سليم. ازاي وكده. فالمهم انا قعدت اتكلمت معاه كذا مره وكده، هو طبعا نكر الموضوع خالص اصلا. وانا عشان ما قريتش الشات فمش انا عملت له سكرين شوت بس ما قريتوش، فاللي هو مش عارفه. طب صارحني لو كنت كلمتها، بس هي عشان انا شفت الصوره. هو يقول لك لا انا ما كلمتهاش. طب ما انا شفت الشات، يقول لك لا انا ما كلمتهاش. جت في مكالمات كده كان بيتكلم برضو في التليفون، لقيت الرقم غريب كده بيتصل بيه، فبتكلم لقيتها واحده اللي ردت عليا. طب وقدامه. فالمهم قعد يقول ان هي مش هي ديت ومش الشخصيه ديت، ده بنت واحد صاحبه يعني. وصاحبه ده قعد يقول لي دي بنتي ومش عارف ايه، وانا كنت نايم وهي ردت والكلام ده. المهم ان هو مش بتاع كده اصلا، اللي هو انا عارفاه ان هو مش بتاع كده، والناس كلها بتقول لي ان هو مش بتاع كده اللي حواليه. فالمهم هو دلوقتي عمال يحلف لي ويقول لي والله انا ما فيش حاجه ما بيني وما بينها. جه هو قال لي وداني عندها هي مكانها، اشترينا من عندها حاجه، وقعد بقى يتكلم قدامها ده انا بحبها، دي حياتي، دي. بس برضو انا مش مرتاحه من ناحيتها. بعد كده المهم جيت من كام يوم كده قعدت حلفته، قلت له انا مش هتكلم مع حد، مع ان دخل ناس كتير اتدخلت في الموضوع وكده. فقال لي انا مش هتكلم، قلت له انا مش هتكلم مع حد بس صارحني، قول لي الصراحه. قال لي حتى لو كان في كلام ما بيني وما بينها بس ما كانش حب، كانت هي شافت رقمك عندي فانا مسجلك باسمي، يعني مسجلني انا باسمي باسمه ان هو بابايا يعني. فراح قالت له انت معاك بنت؟ راح قال لها لا دي مراتي، بس دي انا معتبرها بنتي والكلام دوت. قالت له انا ما شفتش حد بيحب مراته كده والكلام ده.
فاللي هو دخلت في الكلام معاه بسبب كده. فانا مش عارفه اصدقه، انا مش عارفه اديله فرصه تانية. وفي نفس الوقت هو اتغير خالص ومديني كل ايميلاته وكل حاجه ومخليني ادور وراه، وساب الشغل اصلا اللي هو كان فيه وراح مكان تاني. بس مش عارفه اطمن. انا تديني فرصه ارد عليكي. تمام معلش. جوزك ده راجل محترم، حافظي عليه. ده راجل محترم مفيش منه الايام دي، حافظي عليه وارجوكي. انت مش تديله فرصه، انت تدي لنفسك فرصه علشان تكملي حياتك معاه. بصي يا بنت الحلال، احنا عايشين في زمن شياطين الانس اكتر من شياطين الجن. تمام. الانبياء وسوس لهم، مش هيوسوس لجوزك. الانبياء اسمعيني، النبي هم بها وهمت به لولا ان رأى برهان ربه. النبي لكنه رجع. لما جوزك يرجع هو شخص عادي. ناكر. المشكله ان هو لو قال لي، لو هتصارحني مثلا، عايزاه يصارحك ليه؟ عشان اعرف ان هو بقى هيبطل. انت اسمعيني، انت بتتكلمي عن انسان محترم، انت بتتكلمي عن انسان الواضح في خريطة حياتكم مع بعض انه انسان محترم، واظهر لك بطرق كتيرة جدا انه شريكي. انت مستنية انه ينخ ويقول لك انا عملت كذا كذا ليه؟ علشان تتكسر حاجة ما ترجعش تاني، ولا علشان الثقة تروح ما ترجعش؟ يا بنت الحلال، جوزك راجل محترم. من الكلام اللي قلتيه انه ده بني ادم عايز الصح. البني ادم اللي عايز الصح مش معنى كده انه ما بيغلطش، لكنه رجوعه سريع. ده بني ادم بيرجع بسرعة. ده بني ادم احنا نفتح معاه صفحة جديدة. ليه؟ لانه بني ادم بيقول انا شاري. خلي بالك، كل الرجالة النهاردة بيتعرضوا لشياطين الانس، زي ما ستات كتيرة جدا بتخرج من بيوتها وهي متجوزة تتعرض لشياطين الانس، واحد يقعد يلف عليها. الراجل النهاردة بيتعرض لنفس الوضع. ستات بتقعد تلف او تحاول وتعمل، وخصوصا المتجوزين. انت مش محتاجة انا كنت عايزة اقول لجوزها انا عرفت يا بنت الحلال ليه. بصي يا بنت الحلال، اللي يفرق معاكي مين؟ انسي الموضوع ده وارجوكي ما تفتحيهوش معاه تاني. الراجل عمل لك خطوة واثنين وثلاثة علشان يراضيكي لانه شريكي. هل لا يكفي هذا في انه زلة؟ انا اعتبرين انا هو زلة حدثت. احنا نعمل ايه؟ تعالي بقى ارسم لك كده خطين لحياتك في المستقبل، انك لا قول فجه قال، فمسكتيها عليه لفترة طويلة، مش قادرة تثقي فيه تاني. فبدأ شخصيته يحس ان هو مهما عمل مش هيأثر. فبدأت التانية هي او غيرها على فكرة تحاول تبخ في ودانه علشان انا احسن وانا هعمل. فزلت زلة وقعته وغلط، او الغلط كبر وبدأ تكتشفيه وطلبتي الطلاق واتطلقتوا والعيال اللي اتشردت وهو راح يشوف اللي هو جري وراها. قوليلي، هل هتتبسطي من حياتك؟ لا طبعا. طب تعالي معلش اتفضلي. انا خايفه عدم اعترافه ده بيكون ان هو هيكمل في اللي هو فيه. لا هيكمل ايه؟ ده خدك لغايه عندها وقعد يقول لها مراتي وكلام كل، يعني انت بتقولي حاجات. هو قدام اهله كمان. انا عايزه اقول لك ان هو يعني قدام اهله هو عارف ان انا شخصيتي ازاي معاه، وان انا ما بكدبش، وان انا حتى لو حد قال له حاجه عليا لا هي ما تعملش كده. انت بتكلميني عن انسان محترم يا بنت الحلال. حافظي عليه. ما تمسكيش في الغلط وتقولي لي انا لازم اديني اعتراف رسمي. بصي، لازم اسطحك على الارض. ليه؟ زله وراحت لحالها، والراجل اداكي كل حقوقك في انك ترجعي تثقي فيه وفتح لك كل اكونتاته، صح كده؟ تمام يا بنت الحلال. عايزه ايه من الدنيا؟ ده نعمه الدنيا. راجل طيب لين عمل غلط، مش لازم بقى نقعد نواجه ليه البيوت ما بتمشيش كده. اللي محتاجينه اثبت لي. خلي بالك، اعترف لك. الاعتراف ده هيفيدك في ايه؟ عشان تعرفي انه مش هيعمل كده تاني. على فكرة لو عايز يعمل هيعمل، لكن هو اظهر نية في انه يبقى كويس. انتي ما تساعديش. ربنا بيقول وان تعفوا. بصي بقى، ان من ازواجكم
وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. 3 حاجات. لما جم الناس يبصوا على ال3 حاجات دول قال لك ما هو معناهم ال3 نسامح. لا أبدا. تعفوا يعني أول حاجة تسامحي الإنسان اللي قدامك. خلاص انت نويتي تتخطي، تعالي يقولك نتخطى ازاي، علشان تعرفي تعيشي ما يجيش هاجس يلعب في دماغك او شيطان او وسواس او نفسك تلعب في دماغك لغاية لما تفسدي حياتك بإيدك. تعرفي انك تسامحي. تصفحي يعني تفتحي صفحة جديدة، يعني تقولي انا بدأت النهاردة يوم جديد، مش هفكر في اللي فات، مش هتكلم في اللي فات، مش هفتح معاه اللي فات. أما الغفران اللي هو آخر حاجة فهو إنك تمسحي الآثار طالما هو عمل الشيء اللي يمسح الآثار. الراجل قالك أنا غلطت، أنا مش هعمل كده تاني. أنا كنت مش لازم يقول، ولكن فعله إنه صلح وأظهر لك أمور ما كانش في الطبيعي بيظهرها. فالنهاردة اللي ليكي إنك إذا عايزة تعيشي مع الراجل ده وترتاحي أنت معاه، أرجوكي تنسي الموضوع ده من دماغك، ويبقى كل اللي أنت محتاجاه يا ابن الحلال أنا هبدأ معاك صفحة جديدة وهنسى اللي فات. لكن إذا قلبي قلق طمني. وهو الراجل عمل كده وزيادة. جزء من الأمور اللي هيخليكي أنت تعيشي تعيسة أو مش مبسوطة هو إنك تقعدي تفتكري الموضوع وتعيديه جوه دماغك، فتأذي نفسك وتعكنيني عليه مزاجه. لو سمحتي من اللحظة دي خلاص الموضوع يتقفل. مش محتاجين إن احنا نسمع اللي قدامنا بيعترف علشان نبقى خدنا عليه اعتراف عشان نقعد نمسك فيه. لا، احنا محتاجين أداء أفضل، والراجل مشي على أداء أفضل. والنهاردة الست اللي جوزها بيحترمها وبيقدرها وبيديها حقها لما يغلط، مفيش حد ما بيغلطش، لكن في واحد بيكابر في الغلط وفي واحد بيرجع. لما يكون بني آدم بيرجع أرجوكي حافظي على بيتك. أنا بشكرك جدا جدا. شكرا لحضرتك. بشكرك. طبعا هو موضوع مهم وكلمتين مهمين جدا، وأرجوكوا يا جماعة، أرجوكوا احنا النهاردة عايشين في وسط شياطين إنس أكتر من شياطين جن. واللي ماسك على أسرته والراجل اللي باقي على مراته أو الست اللي باقي على جوزها ماسك جمرة من نار. بيحارب حاجات كتيرة قوي. بيحارب المجتمع اللي بقى بيسهل قوي الطلاق، بيحارب المجتمع اللي بيسهل قوي الغلط، بيحارب بيحارب الشيطان اللي عمال يقول له يا عم ايه اللي بيحارب الملل اللي بدأ يصيب العلاقة. فأمر طبيعي جدا ان احنا نبقى حياتنا فيها امور، لكن حارب ده علشان تكمل مع الست اللي انت معاها او تكملي مع الراجل. يا جماعة انا ببص على احوال الناس اللي بيمسكوا لا انا ما كملش وما عملش، ويحصل اللي يحصل والموضوع ينتهي وينفصلوا. لحظة صفا بعد فترة من الانفصال لما بيقعد مع نفسه، ايه ده؟ وانا عملت كده ليه؟ ايه يا عم ما كنت عدتها، ما كان الامر كملنا وخلاص. ليه كده؟ انا يعني كل ده ليه؟ عشان اروح بقى ولفتت نظري واحده تانية فاجري عليها ومش عارف اجوزها، او واحده تانية يقول لها عشان انطلق وابقى براحتي، مفيش راجل يقول لي انت رايحه فين وجايه منين، واقعد اخدمه واعمل. يا جماعه دي امور ضريبه على شيء طيب انتوا بتاخدوه. لما هتشيل منك الضريبه دي اللي انت مضايقاك قوي وقرفاني ومضايقاني وبقيت حاسس بملل معاه ومش عارف ايه، هتشيل الضريبه، هتشيل الحاجه الحلوه اللي مع الضريبه. لانه الحياه اللي انت شايفها دي ممكن انك بدأت تشوف الجزء اللي مش طيب فيها، او جزء اللي يعني بدأ يعكنن عليك، هي مسؤولية ومش عارف ايه وبتاع، ولكن امام ده في جزء حلو في العلاقة اللي بحلال ربنا بيديه للاتنين، ربنا بيديه للأسرة دي.
لان هم الاسره دي اختارت حلال ربنا. ما هو ممكن كل واحد يتطلق ويروح يعمل حاجه في الحرام. فاللي اختار انه يا رب انا هصبر على مراتي اللي مغلسه عليا واللي اذياني واللي عماله بقى مطلعه عيني، اللي بيختار يعمل كده ربنا بيبارك له في مراته اللي هي كانت غلسه وتنحى وتلمى ومش طايقها ومنغص عليها حياتي، وبدات تبقى يعني تتحول. زي انا لسه امبارح كنت قاعد مع حد فبيشتكي لي، واحد من اصحابي بيقول لي اول ما خلفنا تحولت، مش هي الشخصيه اللي انا كنت متجوزها. قلت له حبيبي ما هو لانه الظرف تحول. قلت له لانه الحياه تحولت، لانه الامور انتوا جالكوا كائن جديد، الكائن ده جاب معاه مسؤوليات مختلفه، انت عايز منها ايه؟ وعشان كده يجي لي واحد اول ما ربنا بارك له وكرمه في الفلوس انا اتجوز تاني. ليه تتجوز تاني يا عمي؟ هي مش زي الاول، انا عايز بقى واحده يعني ايه، عارف يعني تروق عليا. فبتصدم لانه طب يا ابن الحلال انت جالك فلوس، انت عارف اللي عندك في البيت مش بتروق عليك ليه؟ لا هي تحولت لا يا حبيبي، هي مش تحولت، هو كم المسؤوليات اللي ربنا حطها عليها لما بقى فيه عيل واتنين ما بقتش قادرة تقوم بكل الأدوار. احنا جايبين بني آدم كان زمان بيشتغل شغلانة واحدة فكان بيعملها حلو، دلوقتي بقى عنده شغلانة واتنين وتلاتة واربعة، بقت بتطبخ وبقت بتعمل وبقت بتربي، والواد ده في النجمة يصحيها أصله بيعيط، وده بيعمل وده بيسوي، ولازم تراعي كله، وانت لازم تراعيك، وهي مش عارف ايه، بقت شغالة 4-5 شغلانات. ده لو بني آدم كفء هيتعب وهيأثر في حاجة. حبيب قلبي انت جالك فلوس وربنا كرمك، طيب تعالى بقى اقول لك ازاي تشوف مراتك زي اللي انت بتشوفها بره. تعالى اوريك مراتك دي لما نعمل لها تحول كده، ادي الفلوس دي ليها، تجيب بقى بيبي سيتر يقعد مع الاولاد، وحد ما يتعبهاش في شغل البيت ولا يتعبها في مش عارف ايه، وتفرج على وديها تهتم بنفسها ومش عارف ايه، هتلاقيها زي اللي بره. ما هي اللي بره، لكن اللي بره فاضيه ما عندهاش ده، او عندها اللي يعمل ده. فانت شايفها حلوه ومهتميه بنفسها ومهتميه بيك لان بالها رايق. روق بال اللي عندك هترتاح. روق بال اللي عندك، وشويه الفلوس اللي جولك وربنا كرمك بيهم حطهم في ايديها، او خليها ترتاح، او ساعدها على ان الامور المسؤوليات ممكن اللي منه طبعا تقدر تتخطاه بانك تخليها المسؤوليات تخف من عليها وتهتم بيك وبنفسها وتفرج عليها. هتشوف ناس، وعشان كده في ناس انا بشوفهم بيعملوا كده، لما ربنا يبارك له يقول لك هي دي اللي فضلت معايا، هي دي كانت معايا وانا شحات معيش فلوس، هي دي كانت معايا لما ما كانش معايا فلوس، كانت معايا انا سيبها لما بقى معايا فلوس، ويجري يقوم رايح هو بقى اللي يروق عليها وهو اللي يعمل لها ومش عارف ايه. فتلاقيها هي بدأت تتحسن وتبقى احسن، ويشوفها بقى تهتم بنفسها وتعمل، فيبدأ هو يحس انه انا لسه حياتي حلوة ولسه حياتي تمام. مش اجي اكلمها ولا اقرب منها مش عارف ايه والولاد يا حبيبي ما هي طلعانه عينها في الحياة اللي هي فيها. وإن كان هو ده ما كانش في موضوع الحلقة ولا كان في يعني، ولكن احنا اتفقنا ان المكالمات بالنسبة لي مهمة جدا، وبتدينا يعني بتفتح لنا مجال ما اقدرش اتخطاه. احنا رقم التليفون 38-356-316 للي عايز يتواصل معايا ويشرفني. احنا نقدر نكمل فاصل؟ طيب احنا هناخد فاصل سريع ونرجع لكم تاني في رحلة سلام. رجعنا تاني في رحلة سلام، وإن كان الأسئلة بتخرجنا عن موضوع الحلقة، بس أنا ببقى يعني كم المكالمات بيبقى كتير وبناخد اللي نقدر عليه علشان
ولكن ما اقدرش اتجاهل ده، لانه يعني وان كان موضوع الحلقه بيكون مهم، لكن المشاكل والاسئله بتكون حقيقي مهمه. احنا معانا تليفون. الو. الو، مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا شمس، كلمتك قبل كده. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا بجد مبسوطه بالبرنامج بتاعك، يعني اكتر من رائع بصراحه. ربنا يخليكي، كتر خيرك. مستفاده بالمعلومات وكل حاجه جميله بجد يعني انت بتقولها. ربنا يخليكي، كتر خيرك. والله انا في موضوع النهارده بصراحه كنت مرتبط بالمشكله اللي قلتها لك قبل كده عني، ان البني ادم اللي بيبقى بجد يعني صريح وبيعمل كل خير مع كل الناس كده، يعني ساعات بيقابل الناس بصراحة يعني بتصده في حاجات كتير، يعني كل حاجة كويسة بيعملها، كل خير، كل اسلوب حلو مع الناس كده. ساعات في ناس بتصده، يعني بيتعاملوا ان انت اللي بتعمله ده يعني. شوفي، انا هقولك اللي انتي بتقوليه ده هو اللي انا كنت لسه هقوله حالا. انا كنت في الحلقة بتكلم عن فعل الخير، عمل الخير، وعشان احنا ما قدرناش مش هلحق اكمل موضوع الحلقة، فانا كمان هاخده بكرة نفس الموضوع ده عشان اكمله، لانه يعني موضوع كبير ومهم جدا. لكن دلوقتي في سؤال بيجي على بال ناس كتيرة قوي، يعني بيجي يقول لي انت بتقول لي اعمل خير، بس انا كل اللي انا عملت معاهم الخير ردوا عليه بالوحش. اولا استهانوا بيا وشافوني ضعيف. ثانيا بقى شيء عادي ان انا اعمل ده، بقى عادي. ثالثا ما خدتش منهم غير الاذى. يعني انا اعمل خير في بني ادم ما يستاهلش الخير ازاي؟ يعني اعمل خير في واحد ما يستاهلش الخير ازاي؟ لا، انا من هنا ورايح هعمل الخير في مستحقه فقط. انا اعمل الخير لما البني ادم يكون يستاهل، انما ما اعملش الخير هذا الرأي انا نفسي جيت في يوم من الايام قلته. طب لما تلاقي يعني في ناس تعمل خير معاها كتير 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 يعني، وتسامح في الاخر بنفس القصه يعني بيرجعوا زي ما لا ثانية واحدة، ثانية واحدة، احنا هنا في فرق كبير. ركزي بقى معايا. فعل الخير شيء، وانك تسامحي شيء، وانك ترجعي تتعاملي شيء تالت خالص. اوعي تدمجي التلاتة في بعض. انا اعمل خير فيك حلو، اسامحك حلو، نرجع نتعامل تاني. لا، ده موضوع مبني على اسس وابعاد مختلفة. لان انت يا ابن الحلال اذيتني، انا اسامحك مني لربنا، انما ارجع اتعامل معاك ده حقي. وعشان كده انا قلت من شوية وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ربنا عز وجل فرق ما بين العفو والصفح والغفران. تعالى هات واحد قول له وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، نفهم منها ايه؟ ان احنا نسامح. لا، مختلفة تماما. وللاسف عامه يعني انا يعني ليه حد قريب كده يعني عملت معاها يعني معروف، وعملت معاها حاجات كويسه، وجيت يعني وقفت معاها في محن كتير، بس للاسف كل ما بعمل حاجات كويسه معاها بترد ان هي بتعمل المعروف ده اللي انا وقفت معاها، لا انت ما عملتش حاجه، وبتخلي حد ثالث ان هو اللي عمل الحاجه الكويسه، وانا يعني منحني خالص. طيب خليني ارد عليكي. فيها نقسم الموضوع لثلاث اجزاء. فعل الخير في غير اهله، انا بعمل خير في واحد ما يستاهلش، بيقول ان اللي عمله له الخير ده واحد ثالث اصلا، ادي حاجه. الامر الثاني ان انا اسامحه، وده امر مختلف. الامر الثالث ان انا ارجع اتعامل معاه تاني بعد اللي هو عمله معايا. طيب اولا فعل الخير في اهله او في غير اهله. ليه؟ لاني لما عملت فيك الخير انا عملته مع ربنا، ولما عملته لربنا هاخد اجر هذا الخير من ربنا مش منك خالص. انا عامل الخير ده قاصد وجه ربنا، فانا حاطه مش في خزنتك،
ولا عندك، انا حاطه في البنك اللي عند ربنا اللي ما بيضيعش نقطة ذرة من الخير. فاذا عملت الخير في غير اهله انت مالك، اعمل الخير وخلاص. يحصل لك ايه؟ هتلاقي انه بني ادم لا تعلمي عنه شيء وملوش علاقة بيكي في موضوع مختلف تماما ساعدك في شيء، مستغربة انه وقف معاكي ليه. لكن لو معاكي الورقة اللي فيها الخير هتقولي ده الخير اللي انا عملته من 5 سنين انا افتكرت. ولاقي واحد يقول لي والله انا كنت في شغلي وفوجئت بعد ما خرجت من الشغل انه مراتي كانت ماشية بالعربية وحصل لها مشكلة، العجلة فرقعت في الصحراء وطلع ناس عليها ولا الناس ضايقوها ومش عارف ايه، ولقيت واحد طلع من فين معرفش وهي والأولاد وقف معاهم ومش عارف ايه وساعدهم وعمل لهم ومش عارف ايه وكأنه مسخر من عند ربنا. فيقول لي والله يا ابن الحلال انا مش عارف ليه من فين الراجل ده. فجيت اكلمه علشان اقول له شكرا، يقول لي شكرا انا مش عايز منك حاجة، انا بعمل كده لربنا. طب مين عامل فيا كده؟ انت مالك، انت حاطط في الخزنة، انت عامل بس عامل عند ربنا، يعني ما تسألش. فده رقم 1 فعل الخير يا جماعة. نعمل الخير في اهله، اعمل الخير وارميه البحر. انت مش بترميه في البحر وبتقول انا مش هاخد حقه، لا، انت بتحطه في الخزنة بس مش بتاعت البشر. طب هل البني آدم اللي ما يستحقش افضل عم معاه خير؟ ان كنت تستطيع انك تعمل الخير، اسمع بقى مهمة جدا، دون ان تأذي نفسك. انا اعمل الخير في غيري لكن الخير ده يعود عليا بالاذى، مش لانه احنا عندنا درء المفسدة اولى من جلب المنفعة. انا هعمل خير في واحد فاتأذي؟ لا. انما اعمل خير مش هيأذيني، ممكن بعد كده هو يخذلني، لا يا حبيبي انا مش منتظر منك حاجة، فانا مش هتخذلني لان انا عارف ان انت اصلا مش هيطمر فيك. انا مش بعمله فيك، انا بعمله في ربنا. ده رقم 1. الامر التاني السماح. والسماح ده موضوع كبير قوي 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 بالنسبة لي انا. يفيد صاحب السماح قبل ما يفيد غيره. فان كنت هتسامح انت اللي هتستفاد اول حاجة، وده الامر التاني. فالافضل للبني ادم ولراحته النفسية علميا، لراحته الجسمانية والنفسية والعقلية، انه يسامح الكل. ده الامر التاني. نيجي للامر التالت وهو ان احنا نفضل بنتعامل مع بعض. ده ينطبق عليه بعض القوانين اللي عشان كل اللي بيسمعني يبقى فاهم. بعض القوانين يا ابن الحلال، تعالى نقسم الناس لانواع. ناس ليهم حق عليا زي ابويا وامي، مهما شفت منهم من شر انا لازم افضل اتعامل معاهم علشان واتحمل شرهم، علشان ده ربنا امرني بكده. ده 1. ناس ليهم حق صلة، الحق رحم عليا، ليهم عليا ان انا اتحمل زيادة علشان خاطر دول ليهم لازم ان تصل من قطعك، وانك تفضل بتودهم قدر الامكان سليم، ونتحمل بعض الاذى علشان يعني نودهم ونفضل بنعمل الخير فيهم. ولو الاذى كان كتير قوي نتجنب دون ان احنا نقاطع، ولكن نفضل بنحاول وندوس على اننا ليهم حق علينا. الامر الثالث المعارف والاصدقاء والناس اللي عارفاهم وزملاء العمل ومش عارف مين، وكل الباقي نحطهم في دايرة واحدة ونقول. وامر مهم جدا يا ابن الحلال، البني ادم اللي قدامك رعاك واعتبر لوجودك هعرفك. ما رعتنيش وما اعتبرتش لوجودي وما ادتنيش حقي، انا مش لازم اعرفك. عدم معرفتي بيك مش يعني هيفيدني مش هيضرني. ان كنت هتراعي علاقتي بيك وهتتعامل باسلوب كويس فانت تبقى قريب مني. مش هتراعي ومش هتديني حقي فانت بعيد عني. علشان كده في حياتك كلها اول ما يحصل لك المشكلة مع حد، اول حاجة انت يا ابني تحت انهي كاتيجوري، اي تحت انهي فئة القرايب. انا هتحمل لقدر ان انا علشان انت ليك عليا حق البر، حق قصدي صلة الرحم، اب او ام، فانت ليك حق البر. اتحمل منك ما لا اتحمله من غيرك. صاحب اخ، مش انا اسف مش اخ، صاحب زميل عمل، واحد لا تربطني به اي من الصلات اللي فاتت، اذن في قانون علاقتي بيك علاقة طيبة بتشدني للأحسن،
علاقة كويسة انا ما بتأذيش فيها، احنا صحاب. انا بتأذي لا، وقف. طب سؤال يا دكتور، انا يعني من كتر يعني المعامله الكويسه وكل حاجه والاذيه اللي بشوفها، كتر الاذيه وكده بتعامل وكل حاجه، بس في الاخر لما ابقى مع نفسي ممكن انسى، بس لما ابقى مع نفسي بتذكر كل حاجه يعني اسيت فيها او بتصعب عليا نفسي، ببقى متضايقه كتير، فمش عارفه الحاله دي هقول لك تعملي ايه. اخلو منها. هقول لك تعملي ايه. بالنسبه لي انا لما البني ادم يكون عنده مظلمه مضايقاه وحاسس انه جاي على نفسه او عنده حق رايح منه، بيروح يوكل محامي ويقول له، ويروح يدور على محامي كده قوي ويروح يديله المساله ويقول له وقف لي في الموضوع ده وانا هديك القرشين دول اللي هو هيطلبهم طبعا علشان يساعدني في ترجيع حقي. ولما يكون الحق كبير قوي بنجيب له محامي كبير قوي. ولما يكون الموضوع البشر ما يعرفوش يحلوه، احنا عندنا رب الكون اللي لما بنسيب له الامر بنبقى عارفين ان هو يمتلك الناس ويمتلك المواقف ويمتلك كل شيء ويقدر يحول كل شيء زي ما هو عايز. فانتي بعد الأذية دي انا اللي اطلبه منك تقفي ركعتين قدام ربنا، يا رب فيما مضى من أذية جات لي انا مش هتذكره تاني ولكني بحتسبه عندك. ان كنت يا رب الأذية دي حصلت بإذنك فانا موافق عليها. ان كنت يا رب الإيذاء اللي حصل ده انت موافق عليه فانا موافق بيه خلاص، لانه لم يحدث الا بإذنك. فيا رب انا موافقة ومش هفتحه تاني، بس يا رب عوضني، يا رب اديني حقي ان كان ليا حق، وان كان ملياش حق او انت مأجله لحين ما تكون عايز، يا رب اللي انت شايفه، يا رب اللي انت عايزه، انا تحت امرك. وبعد اللحظة دي ما ترجعيش الوحش تاني، لان احنا عندنا ازمة في عقلنا ان احنا بنقعد نشد الوحش ونقعد نفكر فيه واحنا قاعدين فاضيين ومش واخدين بالنا ان احنا بنأذي نفسنا. فمن اللحظة دي ارجوكي وانتي قاعدة مع نفسك ما ترجعيش الكلام الحاجات الوحشة اللي حصلت فيكي. كل حاجة حصلت فيكي هتاخدي حقها تالت ومتلت. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالبني آدم اللي عمل حاجات طيبة وتقابل بالوحش هياخد حقه وهيشوفه 100%. ومن اللحظة دي كل اللي في إمكانك إنك ما تستدعيش بقى الوحش عشان تقعدي تكتئبي وتزعلي، لأن ده من أساسيات الأمراض النفسية اللي بتصيب الإنسان. فأرجوكي من اللحظة دي اعملي كده، وأنا أوعدك مش وعد مني، وربنا اللي بيدي للناس وعد إنه لن يهمل أبدا حق إنسان سبله أمر، سبله حق إنك تعوضني يا رب. لا يهمل إنسان. والله يا دكتور أنا قعدت يعني أكتر من سنتين وشوية كمان، كنت في حالة يعني منعزلة عن الناس خالص. يعني أتمنى إن أنتي تعملي اللي أنا بقولك عليه ده، لأنه اللي أنا بقولك عليه ده يعني أنا عشت سنين بتعلم فيه واكتشفت إنه ده أفضل حالا 1000 مرة للبني آدم علشان يريح نفسه بعيدا عن الناس. لأن في الآخر مين اللي بتأذي؟ أنت. مين اللي بيبقى مكتئب وتعبان؟ أنت. فأنا يعني أشكرك جدا على مكالمتك وكتر خيرك. أنا بس يعني أنا بشكرك بجد يعني كتر خيرك إن بجد غير لي وكل حاجة يعني وساعديني أغير الباقي، يعني ساعديني على تغيير الباقي وتكلميني تاني علشان تقولي لي أنا اتغيرت فعلا. الله يخليك. بس أنا ليه كده، أنا حلمت والدي يعني من شهر أو أقل من شهر يعني كده، جالي في المنام إن هو في جنينة كده، جنينة جميلة كده وحلوة، وأكلم من فاكهة في الجنينة دي، بس هي فاكهة من الجنة يعني، بس مش عارفة يعني الحلم. هو في أحلى من كده؟ هو محتاج يعني ده محتاج شرح، ده انت شرحتيه. يا رب يسعدك ويرزقك الجنة، واحتسبي حياتك اللي باقية انها تكون المحطة لحد ما تقابلي والدك وتقابلي الصالحين ان شاء الله وتخشي الجنة بإذن الله. يا رب جميعا بإذن الله. كتر خيرك، أشكرك.
مع السلامة. بيتوه من دماغي التعليق. طيب رجوعا للموضوع، احنا كنا بنقول انه عمل الخير في اهله او في غير اهله. انا بشوف، ومش انا بس اللي بشوف، يعني انا بشوف بناء على اللي اكتشفته، انه فعل الخير لا يضيع سواء كان في اهله او في غير اهله. فاي انسان طلب منك مساعدة وفي امكانك المساعدة، مش هتأذي بيها نفسك او هتضرك، فانا لو تسمعني اعمل الخير وما تبصش وراك. اعمل الخير، لانه والله من الحكاوي اللي بسمعها انه صاحب فعل الخيرات او فعل الامور الكتيره خير ما تقعدش تعد، ما تعملش جدول وتقعد تقول ده انا عملت فيه وما ردليش، ده انت مالك يا عم. يعني اكبر غلط انك تعمل الخير متخيل انه رده هيجي من صاحب الامر. ده انا زمان كنت اجي اعمل، حد يكلمني والله وهذا الامر كان بيحبطني احباط، اجي اعمل خير في واحد يعني بص، يعني الاقيه بيكلمني بال10 مرات في اليوم وبال12 وال15 مرة في اليوم. هو عايز مني طلب وهو صديقي او معرفة، فيتصل بيا كتير قوي، وتاني يوم ازيك عامل ايه يا ابني، ما انت لسه كنت مكلمني امبارح. لا انا بطمن عليك. ماشي انا موافق. وشوية ويكلمني تاني، وشوية ويكلمني تالت، وعايز اقابلك وعايز اقعد معاك، ده انت حبيبي، ده انت ما تعرفش غلاوتك عندي. ماشي. فالراجل يعني اقول يعني في اطيب من كده، فيش احسن من كده، فاسعى له في الحاجة واعملها له واخلصها له. ويقعد بال5 سنين ما يرفعش عليا سماعة التليفون. اقول عليه ايه؟ ده قلب لي، ده ساعة لما كان عايز الطلب كان حرفيا بيلحقني في كل حتة، ومش بيلحقني بالطلب، ده بيلحقني بان ده انت حبيبي، ده انت المحبة اللي ما بيننا مفيش، يا لهوي، ده انت يا سلام يا خبر يا ابن الحلال. اول ما اعمل فيك الخدمة اللي انت طالبها مفيش سؤال بال5 سنين. هو احنا عمرنا فيه كام 5 سنين؟ ولما اشوفه صدفة او فكنت زمان كان الموضوع يعني مش بيحبطني، كان الموضوع بيضايقني جدا جدا، لدرجة ان في واحد اعرفه كان صديقي، وكان في عنده ازمة، كان عايز يتجوز، وبعدين ده صاحبي، فحاولت قدر الامكان ان انا اساعد واقف واعمل ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين ما عزمنيش في الفرح. يعني حاولت الفترة كلها وبعدين لقيته خبى عني. يعني طب انا ما عنديش مشكلة، بس في زمان انا وقت ما كان بيحصل معايا الاحداث دي كنت بقول ايه يا جماعة ده، ايه ده يا جماعة يا اخي، طب خليك يعني بعمل معاك، مش تردهولي بس على الاقل خليك كويس. وده كان بيسبب لي اذى كتير. لكن وبعدين بقى بعد ما خلاص بقى بدأت يعني اشتغل وشوية ابقى عندي امكانيات اقدر اعمل حاجات ومش عارف ايه، فالموضوع بدأ يزيد قوي قوي يعني. ولكن في الاخر قلت وانا عامل كده ليه؟ هو انا كل كام يوم يقع مني واحد فزعل واقول ده كان ساعة لما كان ليه مصلحة معايا كنت انا حبيبه، ودلوقتي انا بتصل بيه ما بيردش عليا. ايه المشكلة؟ ما هو طبيعي ان هو يقرب مني عشان عايز المصلحة، طبيعي. هتقولي لا الناس الطيبة اصلا مش كده. هقولك لما بدأت اشيل توقعاتي من الناس اللي حواليا بدأت ابقى عادي، ابقى كول، ابقى طبيعي. وانت لما هتعمل كده هترتاح اكتر. انت لما تشيل توقعاتك من الناس اللي انت متخيل انه زي ما انا عملت يعني، لا مش لازم، على فكرة مش لازم، لانه الناس بيعملوا لنفسهم. من عمل صالحا فلنفسه، علشان بس التشكيل، لان التشكيل ده الناس بتتضايق مني. فاذا كان هو هيعمل الخير هيعمله لنفسه، انت مالك؟
كل ما توقعت اكتر من انه اللي عملت فيه ده خلاص بقى يبقى حبيبك وبتاع، لان انت وقفت جنبه اللي عملت له، كل ما هيتحط عليك اكتر، وكل ما هتتعب اكتر، وكل ما هتتأذي اكتر، وكل ما هيبقى عندك كبت ومتضايق وتعبان. لكن اللي بدأ يريحني بعد طريق طويل قوي من الإحباط، إني ألاقي الشخص اللي كده عمل خلاص وتحول عليا وبقى بيتكلم في ظهري كلام مش حلو، أقول خلاص ما هو عادي، ما هو بشر، كل يعمل على شاكلته، كل واحد بيشتغل على خلقته وطبيعته. لأنه ربنا لما خلق النفس قال ونفس وما سواها فألهمها، اداها الحلين، اداها الإمكانيتين، فجورها وتقواها، اداها الإمكانية، اداها الصلاحية للاتنين، خلاها في ايد البني آدم. وأي شيء في ايد الناس ربنا يستر عليه، أي شيء في ايد البشر في ايده، في إمكانه. قد أفلح الراجل اللي هيبقى كويس، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، خلاص ما هو مع نفسه، فكل يعمل على شكلته. فلما تلاقي كده تقعد بقى خلاص، ما تقعدش بقى حارق أو تعب مع الناس وعمل، خلاص أنا يا ابن الحلال من هنا ورايح، من النهاردة هتفق مع نفسي قدام ربنا إني في فعل الخير مش هنتظر بعديه شيء. عملت لك الخير، كنت لازق فيا، أول ما خدت الخير رحت ومن ورايا جريت واتكلمت عني وحش، وبيحصل في الوسط اللي أنا فيه ده، يا ما شاء الله ما شاء الله طبعا. ومش أنا باللي أنا فيه ده بس، كل الأوساط. الناس بتجيلي في الشغل يقول لي أنا امبارح ساعت له في إنه الترقية بتاعته، يجي النهاردة يقول أنا عايز المكتب بتاعه مثلا، وهكذا وهكذا وهكذا. الحالة اللي هتريحك نفسيا أنت، إنك أنت تشيل توقعاتك في الناس اللي أنت بتظن فيهم الخير، في الناس اللي بتظن فيهم انك عملت فيهم الخير فمنتظر. لا، ما تنتظرش حاجة من حد. وانت بتعمل الخير قول لفظ واحد، واللفظ ده يفوقك. اذا كنت بتعمل خير مش تاخد عليه اجر، وانت رايح تعمله اللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم. انت بتقولها لنفسك الاول، لنفسك. شوف، لنفسك، مش بتقولها لربنا بس، انت بتقولها لنفسك الاول. يا رب انا هو بقول لنفسي اللهم اجعل عملي هذا خالصا لوجهك الكريم، مش ده بداية وانا بعمل الخير. فاذا رحت وما تقدرتش ايه المشكلة؟ فاذا رد عليا الكويس بالوحش ايه المشكلة؟ خلاص انا هعمل الخير وربنا يجازيني عليه. لكن توقعك هو أصل التعب، وأصل الأذية، وأصل إنك تتقفل، وأصل إن أنت يقعوا الناس من حواليك. ما يقعوا، لأنه مع الوقت بقيت ألاقي إنه أنا اللي في الآخر بتعب، أنا في الآخر نفسيتي بترهق، وكل حبة يجي واحد يديني يعني مهموز ما فيش زيه. طب يا عم خلاص بقى. فالواحد بدأ دلوقتي يحمي نفسه ازاي؟ بانه يبقى نفسه هادية، يخلي دواير المعارف دواير واسعة، دايرة تتيح للطرف التاني انه يعمل اللي هو عايزه. انت عايز تسلب من اللي قدامك انه يطلع واطي ليه؟ يا اخي ما يطلع واطي، انت مالك؟ ما هو انت عايز تضمن ان اللي حواليك يطلعوا كويسين كلهم ليه؟ يا أخي خليك أنت كويس، من عمل صالحا فلنفسه. فأنت إذا كنت كويس لنفسك، أما تحكم أصل لو اللي حواليا ما طلعوش كويسين أنا اللي هتعب، يا حبيبي أنت كده مش هتعيش أصلا. فيجي يقول لي طب وافرض الكلام ده من إخواتي، أقول له عادي، الإخوات النهاردة بيأذوا بعض وبيضايقوا بعض وبيأكلوا ورث بعض، بيحصل. طب أعمل إيه؟ خلي قانون واحد، من عمل صالحا فلنفسه. البني آدم اللي أنا مش هتوقع إن كل اللي حواليا يبقوا كويسين. ما هي دي حاجة بتضايقني وبتأذيني، إن أنا أخويا أو أقرب واحد ليا يطلع ندل أو يطلع وحش. يا سيدي في الأول وفي الآخر ده بشر بيشتغل على نفسه. إذا كان عايز يبقى كويس
ويبقى انسان مش كويس لو هو مش فارق معاه. فما تخليش، ما تبنيش راحتك على انه اللي حواليك لازم يبقوا كويسين عشان ابقى مرتاح، ولازم يردوا كل حاجة عملتها وفي ظهري. يا ابن الحلال، ده النبي كانوا بيسبوا فيه. النبي افضل من رجله وطأت الارض كانوا بيسبوا فيه. هل بيسبوا فيه لأنه هو خلاص بقى يحبط ويتضايق؟ لا طبعا، فضل بسريرته الطيبة، فضل بإحساسه الطيب اللي طلع يقابل رب العالمين. فربنا يقول له اطلب، كل الأنبياء طلبوا وليك طلب لن يرد. فيقول لا، انا مش عايزه، انا مش عايزه دلوقتي. انا هخليه للحظة يستفاد منها كل الناس دي، الناس اللي اذوني والناس اللي ضايقوني والناس اللي حاربوني في بلدي وفي مكاني وخرجوني منها. انا هخليها علشان هتيجي تقول لي اصل ده نبي. طب ما هو ربنا جابه بشر علشان محدش يقول اصله ده غيرنا. لا، هو جابه بشر، رسول منكم، علشان لما تلاقي سنته واصله لك لغايه عندك ما تقعدش تقول ده اصل هو غيري. هو انت هتساويني؟ انا مش هساويك بالنبي، ولكن هو جه اسوه، يعني جه تتعلم تبقى ازاي. والنبي لم يفعل شيء في غير مقدور البشر الا رحله الاسراء والمعراج اللي ربنا خصه بيها، ودي مش عايزها منك، انت مش محتاج تعملها، ولكن كل اللي عمله النبي تستطيع انت انك تعمله. ما عملش حاجة خارج امكانيات وحدود البشر. كل اللي عمله في امكانيات البشر، وكل اللي قابله اراد ربنا انه يقابل كل الاحداث وكل الحاجات اللي احنا بنقابلها من خذلان بشر وخذلان قرايب وخذلان اقرب الناس ومضايقه وكلام في ظهري ومش عارف ايه، علشان لما تيجي تجرب انت تلاقيه سايب لك في الموقف ده اعمل كده، في الموقف ده لايف ستايل، اسلوب حياه بعيدا. طب انسى بقى الجانب الديني، نفس اللي احنا بنشوفه من اخلاق النبي النهارده. القيم العالميه بتحس عليه، بيقول لك لا تتوقع من البشر كتير، لا تتوقع من البشر ان هم يدوك زي ما بتديهم، لا تتوقع من البشر او تبني سعادتك على انه اللي حواليك يبقوا ناس كويسين. انت اذا عليت نفسك من اللحظة او الليفل ده انت اللي هترتاح. ناخد فاصل ونرجع تاني في رحلة سلام. رجعنا تاني في رحلة سلام، يعني انا بحاول قدر الامكان ان انا اخد اكبر كم من التليفونات والاسئلة، والحمد لله يعني بحاول. طبعا المكالمات بتيجي في الفاصل كتير، فاحنا معانا تليفون، ناخد التليفون اللي معانا. الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. دكتور عمر، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. اتكلم بحضرتك تمام؟ سامعك تمام الحمد لله. انا بس كنت حابه الاول اعتذر لحضرتك والله عن المداخله اللي فاتت، لانه كان الصوت مش واضح وكنت بتكلم بسرعه، كنت عايزه اقول حاجات كتير وبرضه كنت عايزه اسيب فرصه لغيري يتكلم وكده، فاعتقد انه برضه الصوت ما كانش واضح بالدرجه الكافيه يعني، وكان الكلام سريع وكمان حرقت لحضرتك الحلقه، يعني حسيت ان انا عملت كوارث كتير. بالعكس خالص، ابدا ابدا، لا ليه يعني؟ بالعكس، لا 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 كتر خيرك، لا 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 ابدا ابدا. ثانيا انا شايفه انه طبعا انا بحيي حضرتك على كل الحلقات اساسا، يعني غايه في الروعه والجمال والله، كتر خيرك ما شاء الله اللهم بارك. حتى تسلسل الحلقات دي حاجه يعني عجباني جدا، لان كلها يعني مترابطه او يعني هي سلسله، وكانت الاجمل على الاطلاق. هي كل الحلقات جميله، بس كانت الاجمل على الاطلاق اللي هي حلقه المنظور الفكري. ايوه، اولا انا حسيت ان حضرتك اتكلمت يعني اكتر حلقه حسيت ان حضرتك اتكلمت فيها براحتك، لانه ما كانش فيه فواصل الى حد ما كتير. ايوه، وكمان ما كانش فيه تليفونات كتير،
يعني اعتقد انه برضو اي حد مننا بيبقى محضر عن موضوع معين كلام يعني حابب ان هو يقوله بتسلسل، غير لما كل شويه بيبقى فيه يعني مقاطعه. شوفي هو الحمد لله هم استجابوا فعلا، فريق العمل والقناه نفسها، وبدايه من يعني رئيسة القناه اللي هي ساعدتني كتير جدا في ده، ووفرت لي يعني صراحة، وده حاجة أشكرها عليها. أنا فعلا دخلت على سياسة، كل قناة بيبقى ليها سياسة، تغيرت السياسة علشان شايفين اللي احنا بنقدمه إن هو محتاج ياخد مساحة. وفعلا لو تاخدي بالك فعلا الناس بقوا بيساعدوني، فأنا بشكرهم جدا فعلا، لأن هم بدأوا يساعدوني. الشكر والتقدير والاحترام حقيقي. يعني بصي كل واحد بداية، أنا مهندس الصوت اللي معايا دلوقتي، يعني أنا قبل الحلقة كنت بشكره، وأنا بشكره على الهوا دلوقتي، لأن هو قد إيه بيساعد، يعني تحس إن هو بيشتغل بقلب، بانه يقول لي طب بص، طب احنا هناخد دقيقه، يعني بص هو بيحاول يديني حلول. ليه؟ لانه الفريق كله علشان لقى ان هو في شيء احنا بنحاول ندي افضل وضع علشان توصل المعلومه. ولكن في موضوع المكالمات انا عايز اقول لك ما شاء الله المكالمات كتيره، لكن انا مش قادر اتجاهل المكالمات قوي. يعني انا بحاول ان انا اخد اكتر، يعني طبعا حضرتك بصراحه ما يعني مش اكتر او اغلب الناس مش بيعرفوا يوصلوا لحضرتك عن طريق الصفحه او عن طريق، فبيبقى فرصه البرنامج لعرض المشكلات حتى لو ما كانتش ليها علاقه بعنوان او وانا بقدر ده وعلشان كده بحاول قدر الامكان، انا يعني بحاول قدر الامكان اني يعني ناس كتيره ببقى عارف انه انا مره كنت رايح اركب العربيه، لقيت حد جاي يجري، وانا والله قلت هيجي يعمل فيها حاجه، بيقول لي ده انا بقالي 3 سنين بحاول اوصل لك. انا نفسي خفت، لقيته بيجري عليا، فوالله قلقت وثبت في مكاني. قال لي بقالي 3 سنين بحاول اوصل. قلت له لا انا معاك بص اعمل اللي انت عايزه يعني. فبيكون فعلا في ناس بقالهم كتير، فانا لما يوصل لي على الهوا ببقى مش قادر ان انا اقول له طب احنا عندنا حلقه عايزين نكملها، لا بروح معاه في المساله بتاعته، فربنا بيديني بقى يا دكتور. انا يعني انا ظن حضرتك اكيد مش هترد سائل يعني، لا، او مش حكايه رد السائل كمان، ده الاكتر والاكتر انه ربنا بيهديني بقى بانه يكون المشكله اللي بيتكلم فيها مشكله مهمه جدا لناس كتير تانية. كل المشكلات مهمة على فكرة، ولكن في مشكلات مشهورة ومنتشرة أكتر. ففي مشكلات بتبقى الرد عليها مش لصاحب المسألة بس. أنا بيبقى في حد بيسمعني هو نفسه يقول لي أنا كنت وأنا بسمع قلت أيوة أنا كده بالظبط. فلما بيقول لي حيوية فعلا إنه ما ينفعش تتأكد، يعني في حاجات بالظبط. فدي أنا بحس إنه هدية من ربنا بإنه يسمعني حد هو ما اتصلش أو لكن هو الموضوع مسه، فلقى الرد، فخد الرد واستفاد منه. فبقى أنا الحمد لله يا رب. الحمد لله. كتر خيرك وميرسي جدا. هو انا يعني هي حلقه المنظور الفكري انا شايفاها ان هي امتداد لكل الحلقات اللي حضرتك بتقدمها دلوقتي. ايوه، ما هو خلي بالك انا لانه انا الحلقه اللي حضرتك ما عرفتش تتكلم فيها اللي هي احنا ليه موجودين. أيوة. انا شايفه ان هي برضو حلقه، يعني شايفه ان هي برضو ليها علاقه بالمنظور الفكري طبعا. يعني مثلا الزوج المتزوج وله منظوره الفكري انه من ناحيه انه الزوجه حقيقي فاكر حاجات معينه مثلا وتولاد ورباع ورجال قوامون على النساء وناقصات عقل ودين، لكن يتنافى خالص استوصوا بالنساء خير. منظور فكري يا فندم. شكرا ليكي. منظور فكري حرفيا. اكيد. وعشان كده انا بالنسبه لي كله مبني على بعضه، لانه انا في لما بقعد مع، يعني انا معايا فريق الحمد لله كويس في انه هو يبص على المكالمات دي وانه يشوف ايه اللي بنحاول قدر الامكان التسلسل بتاع الحلقات يكون فيه يعني ايه، انه انا خدتك من هنا بالظبط التسلسل اللي يخلي اللي بيسمعني متقبل او فاهم احنا بانيين على ايه. فبالنسبه للموضوع بقى النهارده، عشان انا مش عايزه اخد مرات حضرتك كتير وكمان مش عايزه يعني ادي فرصه لغيري برضو. تمام. هو برضو موضوع من ضمن الموضوعات الحيويه جدا اللي هي يعني هو انا بصراحه ما هبصش من الحلقه من اولها، يعني اللي هو احنا كنا بنتكلم، انا تفصيلا كنت بتكلم عن فعل الخير في غير اهله، وانه ان يكون الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه.
انا سمعت يعني الجزئيه الاخيره، فحسيت ان انا يعني بس يعني اشارك بس بنقطه انه ربنا سبحانه وتعالى قال انه يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون طبعا وشيء ان الله به عليم. صح. وقال برضه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فافهم اسمك اجرا عظيما. حتى لو كانت الايه مقصوره على المال يعني تخصص او يعني تعمم بتعمل تطبق بقى على غير المال، فنقدر نقول ان هي معادله. يعني بمعنى ايه؟ انه في ناس بتحسبها بالورقه وتقول انه مثلا انا مش هدي غير لما اخد، وفي ناس تانية عطاء غير مشروط. فده ليه يعني جانب وجانب اللي هما بالنسبه للناس اللي حاسبينها بالورقه والقلم والمعادله اللي هي مش هدي غير لما اخد. فطب حضرتك ادي الاول، صح ولا ايه؟ يعني مثلا لو حضرتك بصيت مثلا لاي مثل حوالينا في الكون، وليكن الهواء اللي بتتنفسه مشهور شهيق وده، فانت بتاخد الاكسجين اللي محتاجه عشان مثلا عضلاتك وعظامك واعضائك وقلبك، فلازم تكون عملت ذخيره وخرجت مثلا اللي هو ثاني اكسيد الكربون علشان اللي محتاجه النبات عشان يستخدمه في عمليه البناء الفضلي وهكذا. يعني معنى كده ان انت مش هتدي غير لما تيجي. ففي ناس كتير قوي بتحسبها بالورقه والقلم، ويعني الحكايه ايه؟ عندك حق. هو انا بس صوتك مش واضح، فبس لو تقفي في حته بس فيها شبكه. هو مش واضح. هو كده كويس كده كويس. فانا بقول يعني نحرص على النفع قبل ما افكر في الاستفاده، لانه اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينقص في الارض حقيقي. اما بقى بالنسبه لي اللي هم الو انا مع حضرتك. انا معاكي يا فندم، انا معاكي. فكل ميسر لما خلق له. يعني اكيد ربنا سبحانه وتعالى ما يعني طالما هو حطك في الوضع ده فاكيد انت تقدر تفيد بكل ما تملك او بكل ما عندك، واكيد هيبقى له مردود ايجابي اكيد حقيقي. يعني اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان صادف اهله فهو اهله وان لم يصادف اهله فانت اهله. صح. لانه معروف ان صاحب المعروف ده يعني ابدا لا يقع، الواقع وجد متكئ حقيقي. يعني هي الفكره بس انه ايه، ان احنا بس بيصعب علينا في الاخر، لان احنا احيانا بنرفع سقف توقعاتنا يعني بنستنى المردود، وده طبعا مش دايما ان احنا يعني بناخد المردود اللي احنا بنبقى مستنيينه من اللي قدامنا. فالله المستعان. وموضوع الحلقه لذيذ وجميل جدا يا دكتور. كتر خيرك. اطول على كتر خيرك وميرسي جدا. انا ببقى والله في كل حلقه بسمعها ببقى حابه ان انا اعمل مداخله وادخل يعني اشارك. انا يشرفني. ربنا يعزك والله، يشرف لي يا دكتور، لكن انا ما بعرفش اتواصل كتير يعني مش ايوه لا يشرفني. فالله المستعان برضه عشان اكون متاحه لي حضرتك. ربنا يخليك يا رب. كتر خيرك. انا كمان غيرت الفريق بتاع السوشيال ميديا، وعلشان يبقى الموضوع يبقى فيه سرعه في الاستجابه. فاي رساله حد عايز يبعتها لي على السوشيال ميديا ان شاء الله توصلني في اسرع وقت. ولكن مع كثره الرسائل انا بحاول قدر الامكان ان انا استجيب، لكن يعني ايه، اعذرني علشان خاطر الناس تعذرني، بس علشان خاطر الرسائل بتكون كتيره، وهو منصه الحمد لله ربنا رزقنا بيها عشان نقدر اللي يحب يتصل بيا يتواصل معايا. ميرسي جدا يا فندم، كتر الف خيرك. اشكرك، كتر خيرك. ماشي يا فندم، مع السلامه. احنا لانه فاضل وقت قليل، فانا حابب اني اقول رساله الحلقه، لانه احنا بقينا في كل حلقه فيها رساله. الرساله النهارده: خف رجلك على الارض. خف رجلك على الارض، انت مش قاعد فيها على طول. وخف مع كل الناس، خف، خليك خفيف. لا تقعد مستني من حد حاجة وباني عليها انبساطك، ولا تقعد عندك أمل في حاجة وهي دي اللي حاطط عليها كل شيء، ولا تقعد فاهم انه انا عملت فيه فما كانش مش عارف ايه ومش عارف. شيل من دماغك، خف رجلك، خليك
اسهل من كده. ان كانوا الناس مش اهل اللي انت عملته، فخليك واثق من ان اللي انت عملته انت اهله. وان كنت بتعمله، ان كنت عامله في الناس، فمن النهاردة غير نيتك. تعملش في حد حاجة، ما تعملش في حد حاجة. اللي بيعمل في الناس بيستنى من الناس. اعمل في ربنا، اعمل الخير في الله ولله، وعلشان يا رب إن كانوا هم ما يستحقوش، لكن يا رب أنا هقابلك بعمل الخير. يا أخي ده إحنا أولى وأغلى حاجة إن إحنا نبص على اللي ربنا قاله لنا. قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني انت ملكش حاجة غير اللي انت عملته، مش اللي انت عملته هم ردوه فيك، انت ملك بيهم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما سعيت هو فقط اللي ليك في هذه الدنيا، في الفترة اللي عشتها في الدنيا. ملكش غير سعيك. يا رب أنا عملت خير في كتير، انت مالك بقى قدره ولا ما قدروش؟ اعمل وملكش دعوة. وأن سعيه سوف يرى. رد المسعى اللي انت عملته في الناس مش هيتشاف، اللي هيتشاف سعيك. انت مشيت مع الراجل ده وساعدته، طلع ما يستاهلش، طلع ندل، ايه المشكلة؟ فكل الامور اللي معكننا عليك ومعكرة دمك، واصلنا مراتي بعمل فيها ومش عارف ايه، وتقعد لما تشوف مني يوم وحش تقعد تقولي انا ما شفتش عمري معاك خير. يا عم خلاص انت عملت الخير ليه؟ اعمل الخير من النهاردة، قصد بيه ربنا. تقدره هي ما تقدروش، يا عم انا عملته خلاص، انا مش فارق معايا. فخف رجلك على الارض وما تبقاش تقيل عليها، وما تبقاش ماسك في كل حاجة. كل يعمل على شاكلته. ما تبقاش عندك يعني احتياج الى ان الناس اللي حواليك يبقوا كويسين بالعافية. انت مالك؟ انا كويس يا رب ابقى كويس. انا كويس لنفسي، واخد حقي كامل، واخد حقي بالكامل عاجلا ام آجلا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. مش هتاخد نقطة ناقصة، مش هتاخد حاجة ناقصة، كل همسة عملتها هتاخد حقها. فيا جماعة موضوع خفيف يا جماعة، موضوع خفيف. ده الدنيا يعني أنا بقيت في يعني كل ما بقى يعني شغلانتي اللي أنا شغالها دي بقيت أشوف فيها أمور الله العظيم تشيب الشعر، تخلي البني آدم يقول يا رب إيه ده؟ في كده في الدنيا. وفي قصص إذا قعدت أحكيها لكم هتقولوا حرفيا الكلام ده. يعني أنا بعد القصة اللي قلتها دي حد كلمني قال لي أنت لولا أنك حلفت أنا كنت صدقت. ودي يعني لا، ده في مرارا وتكرارا حاجات كتيرة جدا. وبدأت أقول يا رب في وسط كل ده الناس مش بتظلم بعض، ده الناس بتسيء لبعض أكبر إساءة. وجدت في الآخر إنه الإنسان المرتاح هو اللي يعني مسهلها على نفسه قوي، مسهلها يعني ممشيها. يعني أنا فلان طلع ندل اللي أنا مش عادي، أنا مش عارف إيه، عادي. خلي راحتك في راحتك، بس ما تخليش راحتك في وجود وانتظارك لأمور. لأنه لعل إن يكون ابتلاءك في الحتة دي، لعل يكون امتحانك في الحتة دي. هتعمل إيه يا عم؟ أنت حاولت وعمال تاخد في الحتة دي بقى، عمال تك افرض ابتلاءك فيها. ما احنا اتفقنا انه في ورقة أسئلة لكل واحد. الأسئلة دي في منها أسئلة سهلة وأسئلة صعبة. انت جالك السؤال الصعب في الحتة دي، الناس بيتخلوا عني. يا عم خلاص، انا بعمل خير يا عم خلاص. اذا كان ابتلاءك في هذه الحتة فهو افضل كثيرا من ابتلاءات اخرى انت ما تتحملش انها تحصل معاك. وعشان كده البني ادم لما تيجي تبص على صاحب الابتلاء تلاقي، وده انا شفته بعيني، تلاقي اللي عنده ازمة مادية
ما يقدرش يتحمل عكسها، اللي هو مثلا عنده أزمة مادية لكن صحيح، ده لو كان مريض تعبان ما كانش تحمل، لكن تحمل الأزمة المادية الحمد لله عنده أزمة لكن متحملها. وتلاقي اللي عنده المرض ما يقدرش يتحمل أزمة تانية، مثلا إنه مثلا يحصل له مش عارف إيه في عياله مثلا، ولكنه متحمل إنه عنده مرض ومتقبل والحمد لله قادر يعيش. وده تجسيد وفهم والمعنى الحرفي إلى أن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. فحضرتك مع ابتلاءك إن تقبلته سهل ربنا عليك الأمر، سهله عليك لدرجة إنك تبدأ ما تشوفوش وتتعامل عليه، ويظهر لك جليا لما تلاقي واحد عنده ابتلاء كبير قوي قوي. على سبيل المثال واحد مثلا معاق عنده إعاقة قوية، أو واحد كفيف فقد نظره، وتلاقيه قاعد بيضحك وبيهزر والدنيا زي الفل فتبدأ تبقى مكسوف، يا رب ده اللي عنده أزمة أكبر مني بكتير قاعد كده، وأنا اللي عامل قصة كلها عشان الموضوع الصغير ده. لا يا رب أنا راضي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يعطي الله البني آدم إلا ما يستطيع تحمله، وإن كان تم استبداله والله ما كنت تحملته، والله لكنت جريت قلت لا أنا عايز الأولاني. خلصت الحلقة سريعا، أنا اتبسطت جدا جدا وحاسس بإني يعني كل حلقة بتعلق بالناس أكتر وبتعلق بالراديو أكتر، وسعيد بوجودنا مع بعض وبوجودكم معايا، والمكالمات اللي كلمتوني والمكالمات اللي حتى ما عرفناش ناخدها على الهوا. ولكن إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد هستنى مداخلاتكم، وإن كان الموضوع حتى ما خلصش وهنستكمله بإذن الله بكرة، ولكن هاخد مكالماتكم على طول أو يعني قدر المستطاع. وأنا مش عارف أقول إيه، ولكن أنا بحبكم جدا، وربنا يديم المحبة ما بيننا ويقدرني على إني أعمل الشيء اللي يحسن لأي حد بيسمعني. شكرا. أنا عمرو منتصر، ودي رحلة سلام، وهنتظركم بكرة الساعة 9 مساء في رحلة سلام. سلام عليكم.